للاطلاع على ما تناولته المواقع والصحف العبرية وكيف تناولت الأحداث الجارية هنا في غزة في الضفة الغربية وفي الشرق الأوسط. معنا الآن على الخط الهاتفي الزميل محمد العواودة أبو ديار ليطلعنا على ما تناولته هذه الصحف. أبو ديار، يسعد صباحك. صباح الخير أخ رائد، صباح الخير للمستمعين. نعم أبو ديار، يعني الحديث عن اتفاق وشيك مع سوريا وأيضا الرد الإسرائيلي على هجوم رفح التي اعتبرته إسرائيل بأنه يعني خرق كبير جدا لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة للاقتحامات الإسرائيلية وما إلى ذلك من هذه الأحداث. إليك أبو ديار لتطلعنا على أبرز ما تناولته المواقع والصحف العبرية. صحيح رائد، يعني الليلة كانت ليلة سخنة. نعم. على غزة وعلى شمال الضفة الغربية بالذات قلقيلية. في غزة كان حدث خارق الليلة زي ما قالت الصحافة العبرية. خلية مكونة من 3 أشخاص خرجوا من نفق وأطلقوا صاروخ نون تيت مضاد للدروع باتجاه قوة إسرائيلية، فأصابوا 5 جنود، واحد منهم مصاب بإصابة خطيرة. نعم. وردت قوات الاحتلال على النار بالمثل كما تقول، صفت أو 2 كما تدعي، وفر الثالث من المكان وما زالت تبحث عنه. نعم. بعد ذلك بدأت طائرات حربية إسرائيلية بشن غارات على خيام النازحين في المنطقة، وأحرقت تقريبا وفقا لتقديرات فلسطينية 6 فلسطينيين في ضربة واحدة. ادعت إسرائيل بأن الخيمة التي قصفتها كان فيها أحد المطلوبين لها. نعم. وهناك العشرات من الإصابات في قصف ليلي. وتطور الأمر إلى أكثر من ذلك بأن بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا طارئا واتخذ قرار بمواصلة القصف على المناطق المحاذية للخط الأصفر، وبدأ عملية هندسية للبحث عن فتحات أنفاق قريبة من الخط الأصفر وداخل المنطقة المحتلة من قطاع غزة. نعم. جاء رد الولايات المتحدة بشكل سريع بأنه يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إلا أن الإسرائيليين لا يرون في التصريح الأمريكي ذو معنى، وسيواصلون وفقا للتقديرات احتلال قطاع غزة وقصف المناطق التي تقع تحت سيطرة حماس. نعم. في الضفة الغربية اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قلقيلية، وأعلنت منع التجول في حي كفار سابا في المدينة، وقامت بحملة تنكيل واعتقالات بالسكان القاطنين هناك. أمس في لبنان حالة توتر بعد لقاء سياسي لأول مرة منذ عام 48 وحتى اليوم بين مسؤول سياسي إسرائيلي ومسؤول سياسي لبناني في الناقورة على طاولة مفاوضات جمعت بين لبنان وإسرائيل حول تعاون اقتصادي وبحث ملف سلاح حزب الله. نعم. على الصعيد السوري إسرائيل بدأت ترسل رسائل واضحة لأحمد الشرع بأنها جاهزة لأي اتفاق بشرط أن تكون المنطقة الواقعة بين دمشق وجبل الشيخ خالية من السلاح وتحت إشراف إسرائيلي. نعم. وأمس تم التصويت في مجلس الأمن بشكل جارف لصالح إسرائيل بأنه لا يجب على إسرائيل الانسحاب من هضبة الجولان، وبهذا تكون إسرائيل قد حصلت على كريدت عالمي. صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل وألمانيا بعد أن أزاحت ألمانيا عقوبات تصدير السلاح لإسرائيل بسبب جرائم إسرائيل في غزة، حيث ألغت ألمانيا العقوبات قبل أسبوعين واستوردت بأكثر من $1.5 مليار منظومة هيتس للصواريخ الإسرائيلية ونشرتها في ألمانيا، وجرى احتفال لعودة التعاون العسكري الألماني الإسرائيلي. أمس المحكمة العدل العليا رفضت القرار الذي أصدره وزير العدل الإسرائيلي بتعيين قاضي للإشراف على التحقيق مع القاضية العسكرية أو المدعية العامة العسكرية في قضية اغتصاب سجين في سجن سدي تيمان، وهذه المرة الثالثة التي تفشل محكمة العدل العليا قرارا لوزير القضاء الإسرائيلي. نتنياهو سيعترف اليوم أو غدا بشرعنة أو سيشرعن 100 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية وسيرخصها، وبهذا ستتم مصادرة آلاف الدنومات.
نعم. إسرائيل ستبدأ بإقامة جدار يفصل عشرات القرى في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث سيفصل البيوت عن المزارع وسيصادر المزارع، وهذا الأمر قد يتسبب في مصادرة 46 ألف دنم من مزارع وأراضي الأغوار الشمالية، وسيبقي السكان فقط أصحاب بيوت وليسوا ملاكين للأرض. مؤسسة كتاب جينيتس ترفض استقبال أي تحدي جرى في إسرائيل أو في الضفة الغربية، على اعتبار أن إسرائيل دولة غير شرعية وإسرائيل غاضبة. نعم. أيضا في الصحافة العبرية تم تشخيص الجثة التي سلمتها حماس أمس إلى إسرائيل، وتبين أنها جثة العامل التايلندي، وبهذا بقي أسير واحد لدى حركة حماس وهو ضابط في وحدة اليمام، كان يوم 7 من أكتوبر في إجازة مرضية وخرج من منزله وقتل، وتم نقله إلى قطاع غزة، وما زالت جثته في مكان غامض، وحماس والصليب الأحمر في عمليات بحث عنه. الأسير المحرر الذي نذكره الكسندر أو عيدان الكسندر عاد إلى الجيش. نعم. في الصحافة العبرية أيضا اليوم سيتم الحسم إذا كانت إسرائيل ستشارك في الفستيفال أو في المهرجان العالمي للغناء والفن، والذي تعارض مشاركتها العديد من الدول، وحتى ألمانيا قالت إذا لم تشارك إسرائيل نحن سننسحب. محاولة اغتيال لأحد أطراف الإجرام في تل أبيب أمام روضة أطفال. أمس مظاهرة ضخمة ضد قتل النساء، حيث تبين أن أكثر من 300 امرأة قتلن في ال10 سنوات الأخيرة في إسرائيل، وتم إغلاق 75% من الملفات ضد مجهول. المظاهرة لأول مرة تكون بهذا الحجم في تل أبيب، شاركت فيها قيادات نسوية وقيادات سياسية. سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف في هذه اللحظات مناطق واسعة في قطاع غزة، ورسائل تهديد أيضا إلى لبنان بأننا قادمون في نهاية هذا الشهر لسحب سلاح حزب الله إذا لم تقوموا أنتم بذلك. نعم. طيب أبو ديار، يعني في أو من الأخبار حقيقة الساخنة، يعني اللي هي قضية معبر رفح، اللي إسرائيل عمالها يعني بتحاول إنه تسيطر عليه بشكل فعلي أكبر، وهذا الإشي صار بالنسبة للخارجين فقط مش الداخلين. الآن يعني حسب قراءتك للتحليلات الإخبارية في الصحف العبرية، هل إسرائيل معنية إنه معبر رفح يظل تحت سيطرتها بشكل دائم؟ إسرائيل طبعا أكيد معنية أنه يكون معبر رفح تحت سيطرتها، لكن في هذه الآونة إسرائيل مش هذا الموضوع اللي بيشغلها. إسرائيل أصلا خطة العمل الموجودة في قطاع غزة هو تحويل قطاع غزة إلى 3 أقسام. قسم هو الآن موجود بيديها، قسم موجود تحت سيطرة ميليشيات أبو شباب وغيره، وقسم موجود تحت سيطرة حماس. وتفتح المعبر في اللحظة التي يصل فيها الفلسطينيون إلى ضائقة، لأن عدد الخارجين سيرتفع، وبهذا تكون إسرائيل قد حققت الهجرة. هذا ما يهم إسرائيل في هذه الآونة، لكن في المستقبل نعم إسرائيل لن تغادر معبر رفح، ستحاول قدر الإمكان أن تبقى في المعبر للحفاظ على قدرتها على السيطرة على هويات العائدين أو الداخلين من مصر إلى قطاع غزة. ولذلك في هذه الآونة فتح المعبر أثناء القصف هو طريق للهجرة، وليس لإبداء أن إسرائيل تخفف عن الناس. نعم. طب في يعني أخبار كانت قبل أيام على يعني خروج بعض سكان قطاع غزة عبر مطار رامون، شو يعني مدى صدق هذا الخبر؟ صحيح، وما زال هناك مؤسسات تحت عنوان مؤسسة إنسانية، لكن المالك لها إسرائيلي يعمل في الموساد، تبدأ بعمليات إجراء مسح ميداني في قطاع غزة بحجة أنها تريد مساعدة الجرحى وأهاليهم للخروج للعلاج، ويكتشف المهاجر بأنه لا يوجد علاج بعد أن يصعد إلى الطيارة عبر مطار رامون، ويبدأ بالبحث عن ملجأ في العالم، ليكتشف أنه تم التغرير به وتم تهجيره بشكل غير قانوني، ويبدأ بالبحث عن دولة لاستقباله. هذه الأزمة واجهت العشرات من الناس، وهناك أيضا مئات تم تهجيرهم بهذه الطريقة في الآونة الأخيرة بحجة أن مؤسسة إنسانية تسعى لعلاجه. الملعب في قطاع غزة رائد مفتوح، كل المؤسسات والمخابرات العالمية، الجميع هناك يعبث في الفكر الموجود هناك، في الفكر الجمعي الفلسطيني وفي المجتمع الفلسطيني، لأنه لا توجد سلطة مطلقة لأي أحد.
الجميع لديه القدرة أن ينشئ مشروع تهجير أو مشروع مخابراتي أو مشروع إنساني. حركة حماس لا تسيطر بشكل كامل، إسرائيل لا تسيطر بشكل كامل، والميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل أيضا لا تسيطر بشكل كامل. لذلك هذا ما أرادته إسرائيل. أرادت إسرائيل بيئة فوضوية يمكن إنجاح فيها أي عملية سواء للتهجير أو للمخابرات على الأرض. نعم نعم. أشكرك جزيل الشكر شكرا. الزميل الصحفي محمد العواودة أبو ديار، الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا على الخط الهاتفي.